مستر محمد فريد جالي مخصوص عشان عاوز يتعلم حركة الباك فليب، والمفروض ان هو جرب ان هو يعملها من سنة في امريكا، وده الفيديو بتاعه وتصوير I ابنه. believe in you. I love you. I love you Say too. Bismillah. Bismillah. Just die. هنا بقى يجي دوري عشان اعلمه الحركة، ودي اول حاجة مفروض ان احنا بنتعلمها عشان نعرف نعمل حركة الباك فليب، وكان بيعاني منها شوية ولكن بعد كده عملها كويس جدا. وبعد كده نخش على تاني مرحلة واللي هي بنرمي جسمنا في الهواء عشان نبتدي نحس بالحركة برضو ونعرف نلف ازاي. المشكلة اللي كانت معاه ان هو كان بينط لفوق زيادة عن اللزوم، وده اللي كان مشروح له، ولكن بعد كده ابتدى يعملها كويس جدا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده. فقلت له يلا بينا نودي الحركة، وما شاء الله من اول مرة عمل الحركة ونزل على رجليه، وحرفيا دي اول مرة يعملها على مراتب. هو كان دايما بيعملها في حوض سفنج. بعد كده حصل لنا مشكله صغيره، يا اما يفضل ماسك رجله كتير يا اما يفتح بدري. فقلت له بقول لك ايه، يلا نروح على الاير تراك. وبالفعل اول ما رحنا على الاير تراك عملها كويس جدا ما شاء الله. بس بعد كده اللعنه ابتدت تظهر من تاني، وبعد محاولات كتير جيت عشان افهمه ازاي ينزل على رجليه، بس اللعنه صابتني انا كمان، وكنت هاخد واحده عنب، بس بعد كده وريت له الصح وده شكلها. وما شاء الله بعدها على طول عملها كويس جدا وابتدى ينزل على رجليه الحمد لله. وده كان اول يوم يتمرن عليها. نخش بقى على تاني يوم، وهنا في تاني يوم غيرت له حاجه صغيره جدا اللي هياخد باله منها ليه جايزه عندي، والحاجه الصغيره دي فرقت كتير جدا وخليته ينزل على رجليه زي ما انتم شايفين كده. وبارك الله فيما رزق، واللي حابب يتمرن يبعت لي مسج على الانستجرام او الفيسبوك.